الأخبار الموجزة ليوم السبت. أشاد عدد من علماء ووجهاء مقاطعة فاريا بجهود مسؤولي الإمارة الإسلامية في تعزيز الأمن وتقديم الخدمات لأبناء الشعب في لقاء مع المساعد الإداري لرئاسة الوزراء المولوي عبد السلام الحنفي. قام نائب رئيس أركان الجيش الوطني السيد مالي خان والوفد المرافق له بزيارة 215 فيلق عزم. اختتمت الندوة التي استمرت 10 أيام نظمتها الإدارة العامة للتعليم القضائي بالمحكمة العليا للموظفين القضائيين في مقاطعة نينجرهار. في السنة الشمسية القادمة 1402 هجري الشمسي ستبدأ أعمال مشروعين مهمين غير مكتملين في مقاطعة تخار. بدأت حملة وطنية باسم النصر والتقدم لزراعة الشتل خلال سلسلة من الاحتفالات الخاصة في 11 من شهر الحوت عام 1401 هجري الشمسي من قبل الوكالة الوطنية لحماية البيئة وبلدية كابول بزرع شتلة في كابول. أبدت بعض الشركات الأجنبية اهتماما مع إعادة قيام الإمارة الإسلامية باستثمار نحو 10 مليارات دولار في أفغانستان. صرحت وزارة الداخلية إن 279 شرطيا تخرجوا من التدريب المهني والديني الذي استمر 45 يوما من مركز تدريب الشرطة في مقاطعة بروان. قال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلمة أمام المدمنين الذين يخضعون للعلاج في المستشفى الذي يضم 5000 سرير: أنتم كأبناء مسؤولي الإمارة الإسلامية ومن مسؤولية النظام الإسلامي أن يوفر لكم حياة كريمة.